السلام عليكم. ازيك يا صاحبي؟ ركز معايا كده عشان الانمي ده عظمة على الاخر. بس قبل ما نبدأ يا ريت تصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وتنزل تحت تروق على اشتراك ولايكك، وما طولش عليك ويلا بينا نبدأ الحكاية. تخيل معايا كده تعيش طول حياتك مع 6 بنات في بيت واحد على أساس إنهم أخواتك، لكن فجأة وبدون أي مقدمات تحصل لك حاجة غير متوقعة تخليك تكتشف إنهم مش إخواتك أساساً. فيا ترى هتكون ردة فعلك هيكون إيه؟ أهو ده بقى اللي حصل لكيم. بيبدأ الأنمي بكيم. كيم ده عيل كحيان في الثانوية عامة، والوريث لأغنى عيلة في المدينة، بيكون عايش مع 6 بنات في قصر كبير. والصبح قبل ما يروحوا المدرسة بيسأل أخوه الصغير شيون عن طريقة اعترافه بحبه للبنت اللي بيحبها. ورغم إن شيون عيل أهطل وعلى الله حكايته، بس بيبقى ارتبط وحب قبل كيم. وأول ما بيقول له إن الموضوع بسيط بيتجنن كيم ووشه بيجيب ألوان. ووقتها شيون بيفهم إنه تحول كده علشان مش عارف يعترف للكراش بحبه لحد دلوقتي. بيفهمه إن أي بنت تتمناه بس هو يتحرك شوية وما يبقاش عيل طري. وفجأة بيدخلوا عليهم ال5 بنات، وكل واحدة فيهم بتكون أجمل من التانية الصراحة يا صديقي. وقبل أي حاجة كده لازم نتعرف على البنات دول واحدة واحدة. أولهم باني، أكبر واحدة فيهم ومتقمصة دور الأم بعد وفاة أمهم، مشهورة بجمالها في المدينة. ودي سيما، دحيحة العيلة اللي بتجيب امتيازات وبتطلع من الأوائل، وزي ما باين من نظرتها كده نفسها تدخل كلية العلوم. ودي بقى أوكا، توأم كيم، اجتماعية وذكية ومشهورة في مدرستها بشطارتها في كل حاجة بتعملها وصحيحة على طول. ودي مينامي، المتفائلة الوحيدة في العيلة وبطل التنس، بنت اللعيبة ومفيش في حياتها أهم من الرياضة. ودي بقى كوتو، آخر العنقود، وعكس أي آخر عنقود في أي عيلة، انطوائية ومتوحدة وبتتكسف من خيالها، وطول الوقت هادية وساكتة. وطبعا أول ما بيسمعوا كيم بيتكلم في الحب بياخدوه تريقة وكل واحدة بكلمتها بقى لحد ما بيتعصب عليهم. ووقتها أوكا المفترية ما بتسكتش وبتخلي الكلب بتاعهم يعض كيم، وبيقفوا كلهم يضحكوا عليه. وفي طريقهم للمدرسة أثناء انتظارهم للمترو، المحطة كلها بتبص على ال5 بنات وبيحسدوا إخواتهم إنهم عايشين معاهم في نفس البيت وبيشوفوهم كل يوم. بس كيم وشيون بيقفوا بعيد وبيبقوا سامعين كل حاجة، لكنهم عاملين من بينها علشان ما ياكلوش علقة كل يوم. وأول ما بيوصلوا المدرسة كيم وشيون بيدخلوا الحمام يتكلموا على راحتهم، وده لأنهم مش واخدين راحتهم في البيت زي ما شفنا كده. بيبقى كيم متضايق إن الناس بيحسدوه على إخواته البنات وما يعرفوش اللي فيها أصلا، وإنهم قد إيه مجننين أمه وبيضربوه، وعلشان هو الولد فما ينفعش يرد، وبيحط الجزمة في بقه وبيسكت، غير إن أبوه دايما بيقف في صفهم. فبيقول له شيون ما ينكرش إنهم محظوظين بيهم لأنهم أجمل بنات في المدينة. بيفهموا كيم إنه مش شايفهم غير إخواته اللي بيرخموا عليه طول الوقت. ووقتها شيون بيستغل الفرصة وبيسأله على موضوع كوتو، لأن في كلام كده عن تعلقها بيه، فبيتصدم من سؤاله وبيفهمه إنها طفلة صغيرة وهبلة وجات في جمع اعترفته إنها بتحبه، بنت المجانين، وشكلها كده نسيت إنهم إخوات. وفجأة بيسمع صوت البنت اللي بيحبها وبيبص عليها من الشباك، فأخوه بياخد باله وبيسأله لو هيفضل يكراش من بعيد من غير سلام ولا الكلام لحد ما تتشقط منه. فبيتفاجأ كيم إنه خد باله رغم إنه مفضوح جدا، يعني بيعمل فيها مش واحد باله. وبالليل كيم بيمسك تليفونه وهو فاتح صورة الكراش والشات بتاعها، بيبقى محتار يعترف لها ولا يفضل ساكت، وبيقضيها أقول لها ولا ما أقولهاش، لكن بيبقى خايف لا ترفضه ويبقى شكله وحش خالص قدام إخواته اللي هيفضحوه مش هيرحموه. وبيفضل في الآخر يقول إنه مش هيبعت حاجة واللي يحصل يحصل بقى. في نفس الوقت بيلاقي أوكا داخلة بتطلب منه محاضرات معينة، وكالعادة الاتنين بيتخانقوا سوا. فجأة بتخرج أوكا من الخناقة وبتسأل على البنت اللي بيحبها، وبتعرفه إن شيون قال لها يا ابن الخباصة، تفضل تزن عليه. وأول ما بيقول له اسمها بتعرفه إنها هي زميلته في الفصل، وبتقرر تكلم البنت دي علشان تخليها ترتبط بكيم. وبتطلع تطلع تليفونها ولسه هتبعت لها، بس كيم بيوقفها في آخر لحظة وبيمنعها وبيطلبها ما تتدخلش في حياته. فبتتعصب عليه وبتاخد حاجاتها وبتقف على باب الأوضة تتريق عليه وتديله كلمتين، وبتطلع تطلع له لسانها وبتمشي بنت المجنونة. في نفس الوقت بنشوف كوتو وهي ماسكة صورة العيلة ومركزة على كيم بالذات، وشكل كده الموضوع كبر في دماغها بنت المجنونة ومش مقتنعة إن أخوها الكبير. تاني يوم وأثناء ما بيكون كيم راجع من المدرسة مع إخواته وسرحان في أفكاره ومستقبله،
فجأة بيبص قدامه بيلاقي الكراسي اتشقطت منه وفعلا ارتبطت بواحد غيره. فبيقف واخد الصدمة بقى، ما هي كانتش هتستناه كنجم. يعني بيرجع على البيت يجهز نفسه لعيد ميلاد كوتو وبيلبس الحتة اللي على الحبل، وقبل ما يخرج من اوضته بيقعد يندب في حظه وبيحس بالندم عشان ما اعترفش بحبه من بدري. بعد شوية بيخرج بيلاقي اوكا في وشه بتقول له ايه النظافة دي يا كيم، انت استحميت ولا ايه؟ وبتنزل. فبينزل كيم وراها وهو غرقان في خزان احزانه وما يعرفش اللي لسه مستنيه اصلا، وما بيخرجوش من افكاره غير صوت خناق اوكا ومينامي على اللبس. بس المرة دي ما بيستحملش وبيزعق عليهم، بيفكرهم انهم كلهم واحد. فبتقول له اوكا انت هتعمل فيها اخونا الكبيرة كروديا. ووقتها سيما بتدخل وبتطلب منها تتلم بقى وتبطل تجر شكل اخواتها علشان ابوهم قرب يوصل. ولسه ما بتكونش كملت الجملة بيوصل الاب وبيرحب بيهم، وقبل ما يحتفلوا بعيد ميلاده بيوقفهم وبيطلبهم يسمعوه كويس لانه عايز يقول لهم سر مهم جدا ممكن يغير مستقبلهم. ووعد مراته انه هيقولوا في عيد ميلاد كوتو ال15 لانهم اتفقوا سوا ان ده انسب وقت ليهم. وقبل ما يقول لهم بيأكد لهم انه حبه ليهم مش هيتغير ابدا. وفجأة بيصدمهم كلهم وبيعرفهم انهم مش اخوات حقيقيين، وكلهم طبعا بيفعلوا وضع الصدمة وبياخدوها بقى. وكيم الوحيد اللي بينفعل وبيطلب منه شرح، فبيضحك وبيوضح لهم بكل بساطة انهم كلهم ولاده بالتبني، والشيون ومينامي هم الوحيدين اللي بتربطهم صلة قرابة لانهم توأم حقيقي. فبيبصوا كيم وأوكا لبعض من الصدمة وكلهم بيبقوا في حالة ذهول. فبيكمل أبوهم وبيطلب منهم يتصالحوا مع الواقع ويحافظوا على صلة الأخوة اللي بينهم. بيقول لهم إنه جاهز لأي استفسار بعد عيد ميلاده ومش هيكدب عليهم من النهاردة تاني. بيطلب من الخدامة تجيب الحلويات ولا كأن حاجة حصلت يا جدع، ده حاجة بسيطة يعني. وكلهم بيبقوا قاعدين متنحين. بعد عيد ميلاده بيتجمعوا، وقبل ما الخدامة تقدم لهم الشاي باني بتوقفها وبتطلب منها تمشي هي وباقي الخدم بدري، وبتقدم لهم هي الشاي. وبيقعدوا كلهم سوا في صمت لحد ما مينامي بتتكلم وهي في قمة انشكاحها وبتشكر في الشاي، وكلهم طبعا بيبصوا لها بقرف. وفي الوقت ده بقى باني بتكسر صمتهم وبتحاول تفهمهم ان مينامي ورثت التفاؤل من ابوها، بس شكلها كده داست على جرحهم اكتر من غير ما تقصد. وأكاني بتبقى حزينة وبتتمنى لو كان أبوهم اختار وقت مناسب أكتر علشان يقول لهم الحقيقة المرة دي. لكن العقلة سيما بتعترض على كلامها وبتحاول تفهمهم إنه كان لازم يوفي بوعده همهم. بس برضو أوكا ما بتبقاش متقبلة الحقيقة وحس إنها اتخدعت فيهم، فبتقطعها مينامي وبتقول لها تبطل شوية وما تبقاش كئيبة كده. فبيسألوا باني عن رأيها بما إنها الكبيرة ولو لاحظت حاجة وهي صغيرة لكن ما بتبقاش فاكرة أي حاجة من طفولتها، بس بتطلب منهم يكملوا حياتهم بصفاتهم إخوات ويتعاملوا كأن مفيش حاجة اتغيرت خالص، وده لأنهم عاشوا مع بعض 15 سنة كإخوات ومش هتقدر تعتبرهم غير إخواتها الحقيقيين. وكلهم طبعا بيتفقوا معاها وبيطلعوا يناموا، لكن كوتو بتبقى قاعدة سرحانة وشكل كده دماغها موديها بعيد يا صديقي. وبعدها بيطلعوا كلهم علشان يناموا وما بيفضلش غير كيم اللي قاعد في حالة صدمة ومسحول في أفكاره. بتلاحظ أوكا ده وبتناديله، فبيطلع كيم على أوضته وبيرمي نفسه على سريره وهو طبعا مش مستحمل كل أحداث اليوم، هيلاقيها من الكراش اللي ضاعت منه ولا من عيلته اللي ما طلعتش عيلته أصلا. وفي الوقت ده شيون بيروح يقعد مع أوكا وبيعرف منها إنها متضايقة إن كيم ما طلعش توأمها لأنها كانت بتعتبره نصها التاني وكانوا متشابهين جدا. فبيطمنها إنه هيفضل وريث العيلة وأخوهم الكبير، وبيقع بلسانه معاها وبيحكي لها إن كوتو اعترفت لكيم بحبها وهو هزقها، واللي كان مانعهم إنهم إخوات لكن دلوقتي يقدروا يتجوزوا عادي. وبتزع صدمة في نص دماغها، فبتصرخ أوكا وما بتبقاش مصدقة اللي ودانها بتسمعه وبتنزل على دماغه بالأسئلة. فبيهديها شيون وبيفكرها إنه سره ما ينفعش تقول لحد. ووقتها كيم بيكون غير هدومه علشان ينام وبيقرر يفضل الأخ الأكبر لإخواته ويتعامل طبيعي وكأن مفيش حاجة اتغيرت. تاني يوم بيصحى ودماغه هتتفرتك من الصداع بعد المسلسل الهندي اللي عاشه امبارح ده. بيجهز نفسه وبيخرج بيلاقي باني بتتعامل طبيعي واقفة هي وكوتو قدام اوضتها وبيتناقشوا في اللبس. واول ما بياخدوا بالهم منه بتفضل ترخم عليه وشويه وبتبقى هتغير لكوتو قدامه علشان تثبت له ان مفيش حاجه اتغيرت، لحد ما بيتعصب وبيقف يصرخ زي المجنون وبيوقفها. وبعدها بتودعه هو وشيون وهم رايحين للمدرسه. بيفهموا شيون انها بتحاول تصلح مشكله امبارح وتقلل توترهم. واول ما بيوصلوا على المدرسه كالعاده الشباب بيبصوا على اخواتهم البنات وبيحسدوهم من جمال امهم. وقتها شيون بيسال كيم هيعملوا ايه لو عرفوا انهم مش اخوات، بس كيم بيحذره انه يفتح سيره الموضوع ده تاني حتى لو بهزار. وبيبقى مستغرب ان اخواته كلهم بيتعاملوا ولا كأن في حاجه حصلت، وهو الوحيد اللي بيقضي اليوم كله تعيس ابن الكئيبه.
بيخمنوا انهم في حاله صدمه ولسه مش مستوعبين، علشان كده بيتعاملوا طبيعي لحد ما بتيجي مينامي وبتقطع حبل افكاره. بتعرفوا انها اخذت اجازه من التمرين، فبيحييها على اجتهادها وشطارتها في التنس وبيمشوا سوا. وبمجرد ما مجموعه بنات بتشوفها بتتلم عليها علشان يتصوروا معاها، وبيبان انها لعيبه محترفه ومشهوره في المدرسه وليها معجبات كمان. بعد ما بيمشوا بيعرض كيم عليها يخرجوا بما انها فاضيه، فبتعترف له انها شايله ماده لازم تذاكرها وعلشان كده المدرب سمح لها بالاجازه. ووقتها بيعمل لها كيم قعده تأديب لانها افشل واحده في العيله دراسيا، وبيقرر يذاكر لها بنفسه. بيروحوا يقعدوا في كافيه، وبعد شرح كتير برضه مفيش فايده فيها. اول ما الموسيقى بتشتغل بيغفله وبتقوم تغني، وفي البدايه بيقلب وشه وبيفضل يزعق، بس بعد كده بيضحك على اغنيتها. بيستوعب انها هي اللي جرجرته للفشل، بس بيبقى مبسوط لانها مبسوطه بوجوده. بيقول لنفسه انه بيبقى على طبيعته وبيستمتع مع مينامي بالذات. واثناء ما هم خارجين من الكافيه بيشوف الكراش وبيستخبى على طول. الغريبه بقى يا صديقي ان هي اصلا ما تعرفش بوجوده في الحياه، وبتلاحظ مينامي ده. وبعد ما بيدخلوا كيم بياخد اخته وبيمشي في طريقهم. مينامي بتبقى في قمه سعادتها، فبينكد كيم عليها وبيسالها عن رايها في كلام ابوهم، بس بتبقى متقبلاه وبتقول له انهم لازم يفكروا دلوقتي ازاي يعرفوا عائلتهم الحقيقيه ويسالوا ابوهم على تفاصيل اكتر. فبيحس كيم انها بتعفريته بس عاقله، وبتكمل وبتعرفه انهم ال 15 سنه اهم من صله القرابه بالنسبه لها. وفجاه بتغير الموضوع وبتنصحه ما يزعلش لو الكراش بتاعته بقى عندها حبيب دلوقتي. مش من نصيبك يا كيم يا ابن المنحوسه. ولما بيتصدم كيم انها عرفت بتقول له انه مفضوح اصلا، ده غير ان اوكا قالت له. فبيتعصب كيم وبيشتم في اوكا في سره علشان لو شتمها بصوت عالي عارفين ايه اللي هيحصل له يا صديقي. فبتهديه مينامي وبيكملوا طريقهم للبيت. وتاني يوم كيم بيجهز، واول ما بيخرج بيلاقي كوتو في وشه وبتسلم عليه وهي عامله فيها مكسوفه وبتمشي. بتيجي سيما وبتطلع هي كمان عارفه حب كوتو ليه، وبتبقى خايفه عليها لانها لسه طفله. فبيطمنها كيم انه بالنسبه له اخته الصغيره مش اكتر يعني. وبتيجي مينامي وبتقطعهم، وبعد ما بتصبح على كيم بتاخد سيما وبتمشي. اول ما بيوصل كيم للمدرسه بيشوف الكراش في وشه تاني، فبتيجي اوكا تقول له انه يعترف ويجرب حظه. ولما بيفكرها انها خلاص راحت عليه بتمسكه تريقه، لحد ما اصحابها بيجوا بينادوا عليها وبيمشوا. فبيبص لها كيم وهو مستغرب طاقتها في الكلام بنت الرغايه، وانها عامله قدامهم ملاك وفي البيت عايشه لهم دور المجنونه. واول ما اصحاب اوكا بيعكسوا اخوها قدامهم بتطلع لهم في عيوب الدنيا، ووشها بيحمر من التحوير وبتاخدهم وبتمشي. وبيبان انها بتغير على اخوها وهي اللي مطفشه البنات من حواليه اساسا. بعد المدرسه بيروحوا على الملاهي علشان يعوضوا كوتو عن عيد ميلادها اللي باظ ده. واول ما بيوصلوا بانت تاخد كيم معاها علشان يجيبوا الاكل بما انهم الاخوات الكبار بقى. وبيرجعوا بيلاقوا اخواتهم كلهم اختفوا وبداوا لعب من غيرهم، ومهما بيتصل بيهم كيم مش بيعبروه. فبتقترح عليه بني ياكلوا هم الاكل كله ويقوموا يتمشوا ويقضوا وقتهم سوا ويفكسوا لهم. لكن كيم بيبقى متضايق وقالب وشه لان الناس كلها بتبص لهم وهم ماشيين سوا. بعدها بيركبوا لعبه وبيقضيها كيم صريخ ولا كأنه هو البنت ابن اللذينه. بيفضلوا تايهين مع بعض لحد اخر اليوم. والكتب بتبقى طبعا متضايقه انه كيم بيقضي اليوم كله مع بني. في الوقت ده كيم وبني بيقعدوا يستريحوا. بيستغل كيم الفرصه وبيقرر يعترف ببني باللي في قلبه. بس دماغك ما تروحش البعيد، هو بس بيقول لها انه خايف علاقتهم كاخوات تتغير بعد ما عرفوا الحقيقه. فبتلعب في شعره زي ما كانت بتعمل وهم اطفال، وبتقول له انها افتكرت لما كان بيجي يعيط ويشتكي ليها لما اخواته كانوا بيتلموا عليه ويضربوه، وهي الوحيده اللي كانت بتدافع عنه. فبيشيل كيم ايدها وبيفكرها انه ما بقاش طفل خلاص. فبتكمل بني وبتعرفوا انها قطعت عهد على نفسها من وقت وفاه امهم، وانها تبقى بدلها وتحميهم، وبتوعده انها هتفضل جنبهم لاخر يوم في عمرها. فبيسرح كيم في الذكريات وبيعترف بينه وبين نفسه انها اعظم اخت في العالم. يا سلام عليك يا نجم. وفاتها واثناء ما بنت صغيره بتجري بالعصير في ايدها بتتكعبل ولسه نفس كوبايتها تنزل على دماغ بني، كيم بياخد هو الضربه بدلها وبيستحمى حرفيا، وبيتعامل مع الطفله بلطف ولا كانها عملت حاجه. فبتقوم بني وبتطمن عليه وبتساله عمل كده ليه. وقتها كيم بيوعدها انه هيحمي العيله معاها، وبيودع الطفله وامها. وبتحسب اخته ان الطفل الصغير كبر وبقى يعتمد عليه. واخيرا اخواتهم بيشوفوه اول ما بيلاقوا كيم مبلول بينزلوا عليه اسئله، فبيطمنهم انه كويس. وبيتجمعوا اخيرا وبيلعبوا كلهم سوا. وفي اخر اليوم وقبل ما يمشي كيم وشيون وكوتو بيروحوا الحمام، فبتستغل سيما الفرصه وبتقول لهم انها عايزه تتناقش معاهم في موضوع مهم. وبتتكلم عن كوتو وكيم، وكلهم بيتصدموا وبيقرروا يحاولوا يبعدوا كوتو عنه باي طريقه، وده علشان ما تتعلقش بيه اكتر لانها اكيد لسه طفله وعاطفته مسيطره عليها. بيحب اخوها بنت المجنونه قبل ما تعرف انه مش اخوها اصلا يا صديقي. فبتفكرهم سيما انهم دلوقتي اكيد الموضوع كبر في دماغها لانهم بقوا ممكن يتجوزوا بعض عادي. بس بني بتطمنهم انه كيم واد جدع ورجوله ومش هيضعف قدامها لانه شايفهم كلهم اخواته مش اكتر. لكن اوكا بيبان انها متضايقه، فربنا يستر بقى. وبيرجع كيم واخواته بيروحوا كلهم على السوبر ماركت. كيم بيقف يستناهم بره، وكل ما يبص على بنت يفتكرها الكراش. فبتخرج اوكا وبتلاحظ انه متوتر وبتطلب منه يتمشوا سوا لحد ما اخواتهم يخلصوا. واول ما بيبقوا في مكان بعيد لوحدهم بتقوله انها عايزه تتكلم معاه بما انهم كانوا توأم بقى من كام يوم ودلوقتي الحال اتغير. فبيوقفها كيم وبيفهمها انه لسه بيعتبرها توأم ومفيش حاجه اتغيرت بالنسبه له. ففجاه بتنصح اوكا يواجه الواقع علشان ما يندمش بعدين، وبتعترف له بحبها تاني. بنت المجنونه يا دي ام المصيبه. بيقف كيم مصدوم ومتنح ومش عارف
يعمل ايه، بس الحمد لله بتكمل وبتقول انها بتحبه كاخ يعني علشان هو جدع وبيقف معاهم دايما وكده. يا شيخه وجعتي قلبي الله يخرب بيتك. فبيرتاح كيم بعد ما وضحت كلامها، وكالعاده بيمسكوا في بعض وبتمشي اوكا وتسيبه. بيقف كيم يفكر لو كان كلام اوكا حقيقي، وبيمسك دماغه وبيقف يصرخ زي المجنون في الشارع. في الوقت ده اوكا بتتمشى وهي حزينه، وبيبان فعلا انها بتحب كيم وبتغير عليه من كوتو. ما هم عرفوا بقى خلاص انه مش اخوهم يا صديقي. تاني يوم بيصحى كيم من الصبح يتمرن، وبتروح مينامي تتمرن معاه، وبتساله لو في حاجه حصلت بينه وبين اوكا. فبيستغرب سؤالها، وبنكتشف انها سمعت اعتراف اوكا لكيم وما كملتش الكلام، وبتبقى على بعضها وبتتمرن غلط زي المجنونه. في الاخر بتسيبه وبتخرج من غير تمرين، وبتفكر في طريقه تعرف بيها حقيقه الموضوع، وفضولها بيزيد اكتر. بعد التمرين كيم بيرجع على اوضته وبيقعد يفكر في سبب سؤال مينامي المفاجئ، وفجأة بيلاقي الباب بيخبط، فبتدخل باني وبتتكلم في حاجة، فبينصحها تيجيله دغري كده وتقول له عايز منه ايه. فبتحور عليه وبتقول له انها داخلة تشوف اوضة اخوها عادي، وبتفتش في اللاب بتاعه. فبيقوم كيم وبياخده منها بسرعة. بيسأل نفسه باني بتخطط لايه بنت المجنونة دي هي كمان، فبيلاقيها بتطلب منه يخرج معاها لكنه بيوافق عادي. بتاخده باني على محل موبايلات علشان يغير تليفونه، وبعدها بيتمشوا وبيروحوا ياكلوا ايس كريم سوا. وبتفكروا باني بذكرياته مع كوتو وأوكا، وبتنصحه لو في أي مشكلة شغلاها يحكيها لها هي. وبعد الرغي بتاخد صورة ليهم سوا وبتبعتها على جروب البنات ولاد المعتوهة. فبتشوفها كوتو وبتتضايق إنه خرج مع باني ومش معاها هي، والغيرة بتولع في الذرة طبعا. في الوقت ده باني بيجي لها رسالة، فبتستأذن علشان تمشي. فبيفهم إنها بقى ليها حبيب دلوقتي، وبينصحها بعد كده تخرج معاه وتسيبه هو في حاله. فبتقرب باني منه وبتلعب له في شعره تاني، وبتعرفه إنها تعديها له علشان بتحبه بس مش أكتر. وأول ما بتسيبه بتكلم مينامي وبتعرفها إنها بعتت رسالة غلط على الجروب ومسحتها بسرعة، وبتتمنى ما يكونش حد شافها لأنها كانت بتكلمها في موضوع كيم وأوكا. فبتطمنها باني إن أكيد محدش شافها، وإلا البيت كله كان زمانه عارف كالعادة يعني. وبنعرف إن مينامي طلبت مساعدة باني علشان يعرفوا حقيقة الموضوع، وعلشان كده كانت بتحاول تستدرك كيم. وبتأكد لمينامي إن كيم مفيش في دماغه حاجة خالص، وإنها فهمت كلامهم غلط. بس في الحقيقة كوتو شافت الرسالة، وبتتصدم إن أوكا ممكن تكون بتنافسها في حب كيم. هو ده كل اللي همك يا بنت الهبلة؟ بيرجع كيم على البيت وبيقعد سرحان في أمان الله بيحارب أفكاره كالعادة. فجأة بيلاقي سيما في وشه، فبيتخض. بتقول له جرأة يا ابني، شفت عفريتة ولا إيه؟ وبتطلب منه يلعب معاها، وبتغلبه كالعادة. فبيتحداها وبيروح معاها على أوضة اللعب وبيجيب شوية حلويات لزوم اللعب والسهر. ما هم أغنياء ومعاهم فلوس بقى يا صديقي، مش زي حالاتنا. وقبل ما يلعبوا بيفتكر كيم آخر مرة لعب فيها سوا وهم صغيرين. وقتها سيما كلته علقة بنت حرام. وأستل ما هو بيسترجع الذكريات بتكون سيما بدأت اللعبة، فبيبص لها وبيحس إنها متغيرة من ساعة اليوم المشؤوم، بس بيكذب إحساسه. بعدها بيقعدوا يلعبوا للصبح وبتهزمه سيما كل شوية، فبيقرر كام يلعبها بجد ويخسرها، وفي الآخر هو اللي بيكسب ابن اللذينة. فبتتعصب سيما وبتقرر تنسحب بقى. وفجأة بتضربه من ظهره بنت الغدارة وبتمسك في زمارة رقبته، وبتطلب منه يستسلم بالذوق بدل ما تموته. فبيقلبها على ظهرها وبيتخيل إنها هتقوم تضربه زي ما كانت بتعمل دايما وتروح تشتكي لأبوهم. بس الغريب بقى إنها بتتكسف وبتطلب منه يسيبها وتقوم تمشي بكل هدوء ولا كأن حصل حاجة. بتقف على باب الأوضة وشها أحمر زي البطاطساية، وشكل كده البنت حبته واحنا مش واخدين بالنا، رغم إن كيم لسه بيعاملهم زي إخواته، بس هما تقريبا ليهم رأي تاني. بيفضل كيم واقف مكانه وهو مش فاهم حاجة، بيشد شعره من التفكير. وبعد ما بيخرج من الأوضة بتخرج كوتو من الدولاب وتطلع شافت كل حاجة، وشكها زاد في أوكا. وتاني يوم أبو كيم بيطلب يتكلم معاه، فبيروح له مكتبه، وهناك بيأكد له إنه لسه وريث العيلة، وبيطلب منه يلم الشمل ويحافظ على إخواته. بيسأله لو واقع في حب كده ولا كده وناوي يتجوز، لكن كيم بيطمنه إنه لسه ملقاش بنت الحلال وشكله مطول. بيسأله حب أمه ليه وإزاي، فبيقول له دي محتاجة يا ابني علشان جميلة طبعا. بس كيم بيقول في سره شوف الراجل ابن المعتوهاه، لكن الحمد لله بيطلع كان بيهزر. بيفهمه إنه حبها لأنها كانت ست قوية يعتمد عليها، وكانت جميلة برضه يعني ما كدبش. وبعدها كيم بيعرف إن أبوه بيحترمه وعارف إنه ذكي وكان ليه أسبابه علشان يختار الوقت اللي يقول لهم فيه الحقيقة، وإنه حتى لو لسه مش عارف يتقبلها لكنه فخور إنه ابنه الكبير. وبيوعده إنه هيحمي إخواته وهيتأكد من سعادتهم واستقرارهم في المستقبل. وبيودعه وبيمشي، ووقتها أبوه بيروح لصورة مراته وبيشكرها على اختيارها الصح. وفي نفس الوقت ده ال5 بنات بيتلموا قدام التلفزيون وبيتفرجوا على مسلسلهم المفضل. وبعد ما الحلقة بتخلص بيتكلموا عن الحب، وبتقعد كوتو تسمع فيهم في صمت، وكل واحدة بتكون بتتكلم عن فتى أحلامها. ووقتها مينامي بتلمح لكوتو إنها لسه صغيرة على الكلام ده. واخدة بالك انتي؟
وبعد ما بيخلصوا كلام بتقول لهم بني يطلعوا يناموا بقى. وأثناء خروجهم من الأوضة بتقوم كوتو فجأة تجري وراهم وبتوقفهم وبتعترف لهم إنها بتحب كيم، فبيعملوا فيها مصدومين وبتحاول بني تفهمها إنها أكيد بتحبه كأخ يعني، بس كوتو بتنكر وبتقول لهم إنها هتتجوزوا ومعتبرهم كلهم منافسينه، بس في الآخر برضو هو مش هيحب غيرها. بتكمل وبتعرفهم إنها فرحت جدا لما عرفت إنهم مش إخوات ومش ناوية تسيبوا لحد. بقى كل ده يطلع من البنت دي، وفجأة بتطلع تجري وبتسيبهم كلهم مصدومين. فبتحاول مينامي تهون عليهم بتفاؤلها وبتقول لهم ما تقلقوش يا اخواتي، اكيد ده برنامج الصدمة. لكن سيما بتحاول تفهمهم ان الموضوع اكبر من كده، وكوتو ما بقتش مجرد طفلة بما انها قدرت تعبر عن مشاعرها رغم شخصيتها الخجولة. فبتنصحهم بإن ما يقلبوهاش دراما ويكبروا في رد فعلهم ويروحوا ناموا دلوقتي وبكرة يشوفوا هيعملوا إيه. وفي الوقت ده أوكا دماغها بتسوحها وبترجع على أوضتها وهي بتفكر طول الليل. تاني يوم كلهم بيصحوا في حالة صدمة وبيجهزوا للمدرسة. كيم بيبقى لسه راجع من التمرين، بيلاقي مينامي في وشه ونازلة للمدرسة بدري، وأول ما بتشوفه بتتوتر وبتعمل حركات هبلة وبتجري بنت المجانين. فبيدخل كيم البيت وبيشوف باني بتأكل الكلب، وواضح كده إن الكلب ده بيحب البيت كله ما عدا كيم. أول ما بيخلص أكل بيعضه وبيفضل كيم يجري حوالين نفسه. بيصحى شيون وبيقف يتكلم مع باني ولا كأنه بيصوت قدامه. بعد ما بيخلص بيسألها هيعملوا ايه في جثة كيم بعد ما الكلب قضى عليه. وفي النادي بنشوف مينامي بتلعب وهي رجلها مصابة بس بتخبي على مدربتها. بعد التمرين بتنادي على مدربتها وبتعرض عليها تدخل تحدي معاها والكسبان يعزم التاني على عصير. فبتوافق وبيلعبوا سوا وبتكسبها مينامي وبتتعزم بنت اللذينة. بيقعدوا يتكلموا وبتتفاجئ مينامي إن مدربتها بتوصيها على الفريق وبتقول كلام مؤثر جدا، فبتتريق عليها وبتخليها تصرخ في وشها. وبعدها بترجع تكمل تدريب وبتسمع زمايلها وهم بيقولوا إن المدربة هتعتزل التنس بعد المباراة النهائية وهتدور على شغل تاني بأمر من أهلها. فبتتضايق وبتفهم هي ليه كانت بتوصيها. بتحس إن الفريق بقى مسؤوليتها خلاص وبتفتكر بداية دخولها الفريق وصحوبيتها على المدربة، فبتقرر تكسب في النهائي وترفع راس مدربتها. بالليل أول ما كيم بيدخل البيت بيلاقي الخدامة بتناديله وبتعرفه إن مينامي من ساعة ما رجعت بتتمرن وهي مصابة. فبيروح على أوضة التمرين وهو قالب وشه، وهي أول ما بتشوفه بتخاف بس بيقول لها بكل هدوء إنه قرر يبقى مدربها النهائي. ولما بتحاول تتهرب منه بيعرفها إنه عرف بإصابتها، ووقتها ميامي بتفضل تحرك رجليها وبتمثل إنها كويسة. فبيفهمها كيم إن الإنكار مش هيفيدها نهائي لأن الخدامة شافتها وهي بتلف رجلها في الحمام، وبيبقى مصر يساعدها في التدريب. وفي الآخر بتوافق وبيبدأ كيم يمرنها في ساعتها. بيسألها لو قالت لفريقها عن إصابتها بس بتطمنه إنها ما اتكلمتش لأنها خايفة يمنعوها من اللعب، وهي دلوقتي مقررة إنها تفوز في النهاية علشان صاحبتها هتعتزل وعايزاها تكسب آخر مباراة ليها. فبيشجعها كيم بس بينصحها ما تضغطش على نفسها. بعد ما بيخلصوا تمرين كل واحد بيروح على أوضته. بيقول كيم لنفسه إنه من ساعة ما عرفوا إنه أخ بالتبني وميناني الوحيدة اللي بتتعامل بطبيعتها. وفجأة بيلاقي كوتو واقفة في وشه وهي وشها جايب ألوانه متوترة، فبيتجاهلها وبينصحها تنام بدري. وقتها كوتو بتوقفه وبتسأله لو مينامي قالت له أي حاجة كده ولا كده، بس كيم بيطمنها وبيسألها لو في سر خايفة تقوله له، لكنها بتنكر وبترجع جري على أوضتها. وتاني يوم بتبدأ جولة التنس قبل النهائي وبتكسب مينامي وبتتأهل للنهائي هي وفريقها، وبتشكرها مدربتها على مجهودها. وقبل ما تركب مينامي الباص رجلها بتوجعها والمدربة بتلاحظ الكلام ده. بترجع مينامي على البيت واخواتها بيحتفلوا بفوزها. بياخدها كيم على أوضة التمرين من غير تفاهم، فبتشكره وبتعرفه إنها بلغت مدربتها ومديرها بإصابتها وقال لها إنه هيجيب مدرب شخصي يدربها. فبيفهم كيم إنها بتطرده بالذوق وبيقول لها إن هو كمان أخيرا هيرتاح منها. بيرجع على أوضته وبنعرف إنه كان بيذاكر كتب عن التمارين الرياضية علشان يقدر يساعد مينامي. وبيجي يوم المباراة النهائية لكن مينامي بتختفي وبتنزل سيما تسأل إخواتها عليها. فبيخمن كيم إنها مشيت من الصبح بدري، لكن سيما بتعرفه إن حذاء التنس في البيت. وكلهم بيصحوا وبيسألوا عن مينامي بس محدش بيبقى عارف مكانها بنت المجانين، حتى أخوها ابن المعتوه شيون اللي على طول مشغول مع حبيبته. وبيرجعوا يقلبوا البيت كله عليها تاني وما بيلاقوش ليها أثر. فجأة
بيلاقوها داخلة عليهم من باب القصر مبتسمة ولا كأن في حاجة حصلت، وبتسألهم متجمعين ليه من الصبح كده، فبيقفوا كلهم يتنحوا لها وبيسألها كيم كانت فين. بيتعرفوا إنها راحت السوبر ماركت عادي جدا يعني، وبتعرفهم إنها مش هتروح المباراة النهائية وبتطلع على أوضتها. فبيلاحظوا إنها مش على طبيعتها، وكيم بيعتقد إنها واقعة في مشكلة، فبيطلع لها بيلاقيها نايمة على سريرها بتاكل زي المفاجيع ولا في دماغها أصلا، وبيدخل يسألها عن سبب عدم مشاركتها في المباراة. فبتضحك مينامي وبتحكي لكيم إنهم عرفوا إن إصابتها زادت واستبدلوها، وبتمثل عليه إنها مبسوطة ومش فارق ليها. فبيصدقها كيم وبيخرج يسيبها، وبيقف قدام باب أوضتها وهو مستغرب إنها استسلمت بالسهولة دي بعد حماسها في التمرين. فبيلاقي شيون خارج من اوضته بيناديله علشان يدخل يتكلم معاه، بيحكي له انه الصبح وهو خارج من البيت سمع مينامي بتبكي واتاكد ان هي بس ما فهمش سبب حزنها. بيفهمه انها بتتظاهر بالقوه دايما وبتتحمل الزعل لوحدها علشان ما تزعجش حد. فبيدخل على مينامي الاوضه وبيخضها وهي بتبكي وبيسحبها من ايدها وبتروح معاه. بتلاقي اخواتها كلهم مجهزين لها عربيه وهياخدوها على المباراه، كلهم بيتحركوا وبتقعد مينامي المتوتره وبتفتكر لما المدربه خدت بالها من اصابتها وخدتها للمدير وقرروا يمنعوها من اللعب برغم اصرارها ومحايلتها عليهم. ووقتها اعترفت للمدربة إنها عايزة تلعب علشانها وتودعها بالفوز، فحضنتها وشكرتها وطلبت منها ترتاح وما تضغطش على نفسها. بيلاحظ كيم إن مينامي سرحانة فبيشجعها وبيطلب منها توعده إنها هتفوز، لكن لو حست بأي تعب تنسعب فوراً. في الوقت ده الطريق بيبقى واقف وبتبلغهم كوتو إن المباراة ابتدت، وبتقعد أوكا تندب حضها بنت النكا جاية. فبتشوف كوتو عجل إيجار على الطريق، ووقتها كيم بيسحب مينامي من إيدها من غير تفكير وبياخدها على العجلة وبيطير بيها على المباراة. فبتسأله مينامي هو بيعمل كل ده ليه، فبيفكرها برسائل عيد الأم اللي كتبوها لأمهم المتوفية، ووقتها قرأ رسالتها اللي كانت كاتبة فيها إن وفاة أمهم هو اللي قربهم من بعض أكتر، وهي الوحيدة اللي كتبت رسالة تفاؤل وخلته يبص للموضوع بصورة تانية. ومن وقتها قرر يبقى مسؤول عنهم، وبالذات هي لأنها ما بتظهرش حزنها ودايما مسحولة في التمرين، وبيطلب منها تفوز وما تخليهوش يندم على المرمطة دي كلها. وأخيرا بيوصلوا على المباراة. بيتحايل كيم على المدربة تخلي أخوه تلعبه وبيوعدها إن مفيش أي مشكلة هتحصل على ضمانته. فبتتأثر مينامي بكلمه وبتطلب منهم تشارك في المباراة وبتطمنهم إنها بقت كويسة. فبتدعمها المدربة وبتطلب من المدير يوافق، وبيبدأ الشوط الثاني من اللعبة وبتلاقي كل اخواتها واقفين يشجعوها وعاملين هيصة وسط الجمهور. فبتلعب بكل طاقتها وبتضغط على إصابتها وبتحقق أهداف كتير، لكن في النهاية فريقها بيخسر برضه للأسف. فبتروح مينامي وبتعتذر لهم إنها ما وفتش بوعودهم وبتطلب من مدربتها تعاقبها. فبتتعصب المدربة وبتروح في اتجاهها، وبدل ما تضربها بتشكرها، بتعرفها إنهم ما كانوش هيوصلوا للنهائي ولا هيحققوا أي هدف من غيرها. فبتبكي مينامي لأول مرة قدام حد وبتروح تقعد في مكان لوحدها. فبيدور كيم عليها وبيشوفها قاعدة سرحانة وبتعيط لأول مرة، ولما بتاخد بالها من وجوده بتضحك وبتعتذر له لأنها خلته يندم، وبتقول له إنها كانت واثقة إنها هتفوز رغم إصابتها. وبتقوم علشان يمشوا، فبيوقفها كيم وبيشدها وبيحضنها وبيطلب منها تعبر عن مشاعرها الحقيقية وتبطل تمثيل بقى. ويا ريته ما قال، لأنها بتتفتح في العياط وهي بتصرخ على خسارتها وهاتك يا ندب بقى. أول ما بيرجعوا على البيت أوكا بتفضل تشيل وتحط في نفسها وتندب على المباراة، وكالعادة بتمسك هي وكيم في بعض لحد ما بتيجي مينامي وبتقاطعهم وبتأكد لأوكا إنه مش هاممها. فبتمسك فيها هي كمان وبتقول لها سمع إن مفيش غيرها عامل مشاكل في البيت ده. وبتقعد مينامي بتلاقي كان بيطمن عليها ووشها بيحمر، شكلها كده وقعت هي كمان. وفي الوقت ده أوكا بتقرر تعيد لهم مشاهد المباراة بالبرتقانة. فجأة بتطير منها وبتبقى نازلة على دماغ مينامي بالظبط، فبيلحقها كيم وبيمسكها بإيده وبيزعق لأوكا، وبعدها بيطمن على مينامي. بتقوله إنها كويسة وبتتأكد إنها بتحبه، وبتفتكر كل الأحداث اللي حصلت وحب كوتو ليه، وبكده يبقوا الحبيبة زادوا واحدة. بتسيبهم ياكلوا في بعض وبتقعد تحب مع نفسها بقى. وبعد شوية بتروح تلعب مع الكلب وبتسأله لو إحساسها صح، وبمجرد ما بيسمعها كيم بيسألها إيه هو إحساسها. فبتطلع تجري على أوضتها بسرعة، لا بتتكسف الفنانة. في الوقت ده كوتو بتبقى في أوضتها بتتفرج على صور كيم زي ما بتعمل كل يوم. بتلاقي أوكا بتخبط عليها وبتطلب منها يتكلموا، وبتقعد تلف في أوضتها شوية وما بتبقاش عارفة تبدأ معاها الموضوع إزاي. فبتنصحها كوتو تخليها دغري كده. ووقتها أوكا بتسألها عن السبب اللي خلاها تقرر فجأة تعترف لهم بمشاعرها، وبتطمنها إنها مش هتزعق لها، بس عايزة تعرف لو كانت متأكدة من حبها لكيم ولا لأ. فبتقاطعها كوتو رغيها
وبتفاجئها وبتقول لها إنها عرفت بحبها لكيم واعترافها ليه، وكمان شافوهم في أوضة الجيمنج. فبتنكر أوكا وبتعرفها إنها فهمت غلط ومفيش حاجة بينها وبين كيم لأنها بتعتبره توأمها، وبتفهمها اللي حصل بالتفصيل. فبتفرح كوتو جدا وبتأكد عليها إنها فعلا مش بتحبه. ووقتها أوكا بتتردد لكنها بتطمن إنها ما بتحبوش، وبتبكي كوتو من الفرحة ولا كأنها اتجوزته خلاص. وبتخرج أوكا وبتقف قدام أوضتها وبتطلع قلادة غريبة تبص عليها وبتشيلها تاني. شكل كده في حاجة احنا مش عارفينها. في وقت تاني بعد أيام بنشوف أوكا وهي مش عارفة تركز ولا تذاكر بأي حاجة في حياتها. بيجي آخر يوم في الدراسة وبتظهر نتيجة الامتحانات. بتقف أوكا تبص في نتيجتها وأصحابها بيسألوها عملت إيه، فبتقول لهم إنها جابت امتياز كالعادة يعني، بس الحقيقة إنها بتكون أول مرة تجيب مقبول. تاني يوم كيم بيبقى معدي في الصالة الصبح، بيلاقي أوكا مجهزة نفسها وقاعدة بتلبس حذائها علشان هتخرج. فبيسألها لما وهتروح فين في أول يوم أجازة كده، وأول ما بتقوله إنها هتروح تتسلق الجبال بيزعق لها وبيحاول يمنعها، بس هي بتتجاهله وبتودعه وبتمشي. بيوقف كيم مستغرب من قرارها المفاجئ ده وإنها حتى ما عرضتش عليهم يروحوا معاها، وبيخمن إنها محتاجة وقت تستوعب التغيرات اللي حصلت في حياتهم آخر فترة وعايزة تبقى لوحدها. بيعدي يوم والتاني والتالت والرابع والخامس وأوكا ما بترجعش على البيت حتى في أول يوم دراسة. لكن تاني يوم باني بتطمن اخواتها إن أوكا بعتت لها رسالة قالت لها فيها إنها هتقعد يوم زيادة، فبيستغربوا تصرفاتها وإنها حتى مش بترد على مكالماتهم. وفي المدرسة أصحابها كل شوية يروحوا ويسألوا كيم عليها بما إنها توأمها بقى وكده، بس هو شخصيا ما بيبقاش عارف يقول لهم إيه. تاني يوم بترجع أوكا على البيت وبتقف بعيد، وفجأة بتقرر ما تدخلش وترجع تاني مطرح ما جت. وفي البيت بيبقوا كلهم محتارين. سيما بقى بتمسك كيم غسيل ومكوى علشان مش مهتم بتوأمها، فبيفهمها إنها بنت بومة وهترجع قريب. وفجأة بيلاقي باني جاية تجري عليهم وبتقول لهم إن أوكا راحت لأعلى قمة جبل وإنها عرفت تتبع تليفونها وتعرف موقعها بالظبط. فبيروحوا بخيالهم لبعيد قوي وبيخمنوا إنها راحت تخلص على نفسها وبيصوتوا. ووقتها شيون بيطلب منهم يبطلوا لأن أوكا مستحيل تعملها يعني. وبتحاول باني تقلل توترهم وبتعرفهم إنها قررت تطبخ لهم فجأة. كيم بيقف يسأل نفسه عن سبب وجود أوكا في الجبل، بس في نفس الوقت بنشوف أوكا وهي راجعة للخيمة اللي كانت قاعدة فيها فوق الجبل. بترحب بيها المسؤولة وبعدها أوكا بتبص على نفس التوكة وهي متأثرة قوي، وشكل كده في حوار ورا التوكة دي. وبالليل كيم بيجهز شنطته بيقرر يروح يرجع أوكا بنفسه، فبيتلموا اخواته حواليه وبيدعموه في قراره ده. وبيتحرك كيم وبيوصل في نص الليل وبيتابع مع باني بالGPS موقع أوكا وبيتسلق الجبل. وهو بيسأل نفسه عن سبب اختيارها للجبل ده بالذات. يخرب بيت أمك يا أوكا. وأخيرا بيوصل، وأول ما بتفتح له الباب بتتصدم إنه قدر يوصل لها. بيتخانقوا كالعادة وبتسأله عن سبب زيارته، وأول ما بيقول لها إنه قطع المسافة دي كلها علشانها عينينا بتلمع وبتطلع فراشات من الفرحة. بنت المعتوهة بس بتعمل فيها تقيلة. ووقتها كيم بيبلغ المسؤولة إن أخوها وهيشترك معاها في نفس الأوضة، وبيبعت لإخواته يطمنوا إنه وصل لها. بالليل قبل ما يناموا كيم بيسألها عن سبب اختيارها للجبل ده بالذات، فبتفكروا بالطريقة اللي اتقابل بيها أبوها وأمها لما شافوا بعض أول مرة على نفس الجبل، وأمهم تعبت وأبوها شالها ونزل بيها على الجبل، وبعدها حبوا بعض واتجوزوا. أما قصة حلوة وبصحيح يا بنت الورمة. وبتسأله لو مستعد يتجوز واحدة منهم ويكمل معاها حياته بصفته إنها توأم روحه يعني. وبما إنهم ما طلعوش أخوات فبيتصدم كيم من كلامها ده، وبيأكد لها إنه مستحيل يفكر في أي واحدة فيهم لأنه مش بيشوفهم غير أخواته البنات اللي اتربوا معاه. وأثناء كلامه بيلاحظ إن أوكا راحت في النوم، وده بعد ما عملت قلق بنت اللذينة وقلبت الدنيا. بيفهم إنها لسه مش متقبلة الحقيقة وبيغطيها وبينام. بيصحى تاني يوم ولسه بيقول لأوكا تصحى، بيتفاجئ إنها اختفت وسابت له ورقة وداع. فبيقراها بيلاقيها كاتباله فيها إنها هترجع البيت. بنت المجنونة. فبيتصل بباني وبيحكي لها وبيسألها عن مكانها في الGPS، فبتقوله إنها كتبت عليه وحاليا بتتسلق لقمة الجبل. فبيقفل كيم معاها وبيروح يدور عليها، وبيسأل نفسه لو كانت أوكا اتولدت في الجبل علشان تبقى حافظاه كده بنت اللعيبة. وفي الوقت ده أوكا بتبقى فعلا واقفة على قمة الجبل، وكل الناس مستغربين إن بقالها ساعة واقفة باصة للتوكة اللي في إيدها وما بتتحركش. فبتسمعهم وبتقرر تمشي. قال يعني بتحس وكده يعني. وكل الناس بيعرفوا إن الطقس هيقلب وبيمشوا وما بيفضلش غيرها.
وبتفضل تتمشى وهي سرحانة وبتفكر في حبها لكيم وعلاقتها بيه. وفي نفس اللحظة كيم بيبقى وصل قمة الجبل لكنه مش بيلاقي لها أي أثر، فبيرجع تاني على الكوخ على افتراض إنها عقلت ورجعت يعني. ووقتها أوكا بتستوعب إنها تاهت وما بقتش شايفة طريق الرجوع من كتر السحب ولا حتى اليافط والاتجاهات، وبتبدأ تتوتر وتنادي على أي حد يساعدها. وفجأة بتتكعبل من على صخرة وبتتدحرج وبتقع من ارتفاع عالي جدا، وبتحاول تقوم بس بنكتشف إن رجلها اتصابت للأسف ومش بتعرف تتحرك، وبتقعد تصرخ وبتطلب المساعدة. طب كان إيه لازمته من الأول يعني؟ وبتفتكر لما أبوها اداها التوكة هدية وهي صغيرة بعد وفاة أمها، وقال لها إنها سابتها لها ذكرى، ووقتها سألته حب أمها إزاي، فحكى لها عن قصة حبهم اللي بدأت في الجبل. في نفس اللحظة كيم بيوصل للكوخ بس بيعرف إنها ما رجعتش، فبيتصل بباني تاني وبيعرف منهم إن إشارة تليفونها اختفت وبقت خارج التغطية، فبيتحرك بسرعة على الجبل علشان يدور عليها لأن ده آخر مكان كانت هي فيه. وفي الوقت ده بقى الدنيا بتمطر والوضع بيزيد سوء، وأوكا بتقعد تترعش من البرد وبتحس بدوخة وإنها خلاص حياتها هتنتهي ومحدش هيجي ينقذها. وبتفكر في إخواتها بس بعدها بتفتكر كلام أبوها وإنهم مش إخواتها الحقيقيين وأكيد مش هيزعلوا عليها يعني. وبتعيش دور الدراما بقى، وفجأة التوكة بتقع منها فبتترعب وبتدور عليها لحد ما بتلاقيها. بتلاحظ إن في نور جاي من فوق. لا ده مش نور الإيمان ده يا صديقي، ده نور الواد كيم. بتبص بتلاقيه فبتتصدم لأن قصة حب أبوها وأمها بتتعاد. بينزلها كيم أول ما بتشوفه وبتسأله إيه اللي جابه، وهي من شوية كانت عايزة كلب يعدي ينقذها أصلا. بتعمل فيها شجاعة وبتقوم تقف، لكن فجأة بتتقلب على وشها زي الشوال. فبيقرب كيم منها وأول ما بيشوف جراحها بيديها ظهره وبيقول لها إنه هيشيلها زي ما كان بيعمل وهم أطفال. لكن برضه أوكا بتكاوح وبتقوله تشيل مين يا حبيبي، أنا هقدر أمشي. فبينصحها تلم الدور وتبطل تمثيل، وبعدها فعلا بتطلع على ظهره من سكات وبيتسلق قيم بيها الجبل، وبيبقى خايف يقول إنه تعب. ووقتها ده الموضوع بيوصل لأبوهم وبيرجع من شغله في أول طيارة، وإخواته بيبقوا قلقانين عليهم لأن تليفونه هو كمان بقى خارج التغطية. كوتو ما بيبقاش همها غير كيم بنت الندلة. وأخيرا كيم بيوصل للاتجاه الصح للطريق وبيحس إنه بدأ يتعب، بس بيعمل فيها بطل وبيسأل أوكا كان لازمتها إيه التعب ده بنت الكئيبة، وبتعترف له إنها حاسة إن ملهاش مكان في العيلة بعد ما كلهم طلعوا مزيفين، وحتى أبوها اللي قضت وقتها كله معاه وهي طفلة وكانت قريبة منه ما بقتش عارفة تتكلم معاه وبقت شاكة في حبهم كلهم ليها. بتعرفه إنها لأول مرة تجيب درجات وحشة في الامتحانات بسبب أفكارها المشوشة ومش عارفة تعمل ايه دلوقتي. فبيقول لها كيم إنه اكتشف من كلامها إن هو الوحيد اللي لسه بيعتبرها أخته التوأم، وبرغم كده مش هيتغير وهيفضل جنبها وبيساندها. فبتفتح هي في العياط لحد ما بيوصلوا على الكوخ، وبعد ما بيعالج رجلها بيلم حاجاتهم وبيودع مسؤولة الكوخ وبيمشوا. وكيم بيعرض على أوكا يشيلها لحد المحطة، لكن هي بترفض علشان ما يرجعش يذلها بعد كده بمساعدته ليها. أهو بمجرد ما بقت كويسة قلبت عليه بنت الغدارة. وأول ما بيوصلوا على محطة القطر بيلاقوا اخواتهم مستنيينهم بالعربية، بيجروا وبيطمنوا عليهم وبينزلوا على دماغهم بالأسئلة، وبعد ما بيطمنوا بيتحركوا بالعربية. سيما وشيون بيسألوا أوكا على سبب اختيارها للجبل ده، فبتحور عليهم وبتقول لهم إنها كانت عايزة تشوف أول مكان طبلوا فيه أهلهم، وبتحس بالندم بعد ما قالت لهم كلهم عليها. وفجأة بتلاقي كيم نايم على كتفها، فوشها بيجيب ألوانه وبتفضل توشوش له علشان يتعدل ومحدش ياخد باله، بس لا حياة لمن تنادي ولا كأنه دخل في غيبوبة. وده حقه برضه، ما البنت دي كان شايلها طول الطريق. وبتقعد أوكا متوترة طول الطريق وبتعرق من التوتر لحد ما بيوصلوا. وأول ما باني بتفرمل بيتطوح كيم وبيبعد عن أوكا، فبتحاول أوكا تصحيه بس بتتفاجئ إن حرارته عالية جدا وبيطلع فاقد الوعي أصلا. فبيشيلوا شيون وبيطلعوا على أوضته وبيتلموا كلهم حواليه، ووقتها شيون بيستأذنهم يخرجوا علشان يغير له هدومه. في نفس اللحظة بيوصل أبوهم وبيجي جري يطمن على أوكا، فبتقوله إنها كويسة، لكن كيم هو اللي تعب بسبب المشي تحت المطر. فبيدخل يطمن عليه وبيقول لهم يروحوا يرتاحوا وهو يعتني بيه.
وأول ما بيتحسن بيلجأ تاني على مكتبه، فبتروح أوكا تكلمه من وش الصبح كده وبتعتذر له إنها شككت في حبه بعد ما عرفت الحقيقة. بتحكي له إن في حد خلاها تفهم إن الذكريات مش هتختفي وهتفضل تحبه وتعتبره أبوها الحقيقي، وبتعتذر له على القلق اللي عملته وبتحضنه. فبيأكد لها أبوها إن هو كمان بيحبها وإنها المفضلة عنده أساساً. وبعدها بتجهز أوكا وبتروح المدرسة، وأول ما أصحابها بيشوفوها بيطمنوا عليها وبيسألوها عن سبب غياب كيم، فبتعرفهم إنه مريض وبتسيبه تعبان في البيت وتروح هي المدرسة ولا كأن حصل حاجة. بسببها بالليل باني بتعمل لكيم الأكل بنفسها وبتسأله مين اللي هيطلعهوله، فبتجري كوتو ومينامي، لكن باني بتطلب من كوتو تساعدها ومينامي تطلع الأكل لأنها عايزة تبعد كوتو عن أخوها. بس المشكلة هنا بقى يا صديقي إنها ما تعرفش إن مينامي كمان عينها عليه وعايزة تتجوزه. ما قلتلكوا محظوظ ابن. وبتيجي سيما تطمنها إن كيم حرارته نزلت ومن بكرة هيقدر يروح المدرسة، فبتقاطعهم أوكا وتطمن على كيم منهم. وقتها سيما بتهزقها لأن المفروض يبقى عندها من الأحمر شوية وهي اللي تعتني بيه بعد اللي حصل له كده بسببها، بس بتكبر دماغها وبتعمل فيها جامدة وبتعرفهم إن الغبي ده هيخف بسرعة لأنه قوي بقى وبتاع يعني. هي كده. المهم في نص الليل بتروح أوكا تطمن على كيم، بتلاقيه لسه نايم، فبتعتذر له على اللي عملتها وبتعترف له بحبها وإنها بتعتبره توأم روحها، وبتقول مش عارفة بقى إخواتهم بقى هيوافقوا على حبهم ولا لأ، لكنها هتفضل تعتبره توأم روحها وأخوها الكبير وحبيبها المستقبلي. هي البنت الملزقة دي يا صديقي. وبتاخد الصينية وبتمشي، بس المفاجأة إن كيم بيطلع صاحي وسمع كل كلامها وبيبقى في حالة صدمة وحاسس إنه حلم. معقول البيت كله يحبه كده؟ زمانك بتقول دلوقتي يا صديقي يا ريتني كنت أنا. المهم تاني يوم بيروحوا كلهم في رحلة للقصر القديم اللي عاشوا فيه طفولتهم، ومن كلامهم بنعرف إن أبوهم ابن الغنية بيعمل له صيانة كل سنة علشان بس يجي يلعب فيه جولف في وقت ما يحب. وبيقف كيم سرحان قدام القصر وبيفتكر كل ذكرياته وهم أطفال، وبيبقى مبسوط لأنهم أول مرة يزوروا القصر لوحدهم. وبترجع مينامي على خيمة الساونا اللي كانوا بيلعبوا فيها زمان، وأول ما كان بيبص على أوكا بيفتكر كلامها وبيبقى هيتجنن وبيتمنى لو الحرارة كانت مؤثرة عليه. وبيطلع كل ده كان مجرد حلم أساساً. وأثناء ما بيكون سرحان بتروح أوكا تسأله بيفكر في إيه دلوقتي، وبيبقى نفسه يقول لها فيكي يا فنانة، بس بينكر إنه بيفكر فيها أصلاً، وبيفضل ماسك نفسه علشان ما يبين لهاش أي حاجة. وآخر ما بيزهق من أسئلتها بيطلع يجري. في الوقت ده شيون بيبقى في مكان تاني وبيرجع بعدها على البيت وبيدخل على كيم الحمام من غير أي استئذان، وشكله كده بيكون فاكر الحمام زريبة. بيحكي له إنه عرف من أبوه مين أهله الحقيقيين وهو اللي طلب منه يطلعهم الرحلة دي، وراح شافهم من بعيد لكنه مش جاهز يقول لمينامي، وحياتهم من غيرهم هتبقى أفضل. وبيسأله لو هو كمان ما عندوش فضول يعرف أهله. ووقتها كيم بيفهمه إن مش روابط الدم بس هي اللي بتعمل العيلة، وإنه بيعتبر أبوهم هو أبوه الوحيد والحقيقي مهما قال. فبيعرفوا شيون إن هو كمان اقتنع بكلامه، من دلوقتي هيعتبر عيلتهم هي عيلته الوحيدة، وبيحدف له الفوطة وبيمشي. بعد ما بيخلص كيم بيخرج بيبص قدامه فبيشوف أوكا، وبيكونوا كوتو ومينامي على شماله ويمينه وعمالين يبصوله، فبيحسوا إنه محاصر. بعدها بتجهز باني الأكل وبيتجمعوا كلهم ما عدا مينامي، فبيفضلوا ينادوا عليها. بتطلع مشغولة في التدوير على لبسها الجديد اللي جايباه معاها. وتاني يوم بيصحى كيم من الصبح يتمرن كالعادة. ده بعدها بيقعد في خيمة الساونا وبيفتكر اعتراف أوكا بحبها، فبيحس إنه اتخنق وبيخرج وهو بيصرخ. فبتلاقي أوكا قاعدة في وشه، بتحسب له الوقت اللي قضاه في الساونا وبتصبح عليه، فبيقول لها تحل عنه مش ناقصه جنان هي، وبيقعد بعيد عنها وبيحاول يحافظ على هدوءه. فبتجهله من ايده وبتقترح عليه يعمله تحدي في الساونا، واللي هيستحمل اكتر هيكسب. بيوافق يتحداها وبيروح على الخيمة وهو بيضحك زي المجانين. وقتها بيحسوا انه غبي لانهم كده بقوا لوحدهم وقريبين من بعض اكتر، وبيبوظ الدنيا اكتر بهي بايظة. بيحاول ما يبصش عليها وبيتجاهلها. بيقعد كيم يكلم نفسه كالعادة وبيحس انه شوية وهيتجنن من العيلة دي، ومش بيبقى عارف يعمل ايه علشان يفهم اخواته انه لسه بيعتبرهم اخواته عادي جدا ومفيش حاجة اتغيرت. بيلاقي مينامي كمان داخل عليه، بتطلب منه يخرج معاها في مكان معين، فبيوافق على طول. دي مينامي يعني مستحيل يرفض.
بيروح معاه لحديقة الزهور وبيتفاجئ إن كل الموجودين فيها حبيبة، ومش بيبقى فاهم مينامي جابته هنا ليه، وكمان مش لابسة لبس الرياضي زي عادتها. وليه؟ وبيحاول يطمن نفسه إنها غير إخواته كلهم، وبيسألها عن السبب فبتقول له إنها جاية علشان الزهور طبعا. وبعدها مينامي بتسأله عن مواصفات فتاة أحلامه، فبيقول لها إنه مش عايز غير بنت بس يحس بالراحة النفسية معاها. بيتمشوا بعدها وبيفضل كيم يصورها في كل مكان، فبتقف مينامي مرة واحدة وبتعترف له إنها واقعة في حبه، فبيتفاجئ، ولما بيربط الخيوط ببعض بيشك إنها تقصده هو. وتاني يوم بيروحوا كلهم الشاطئ وبيلعبوا في البحر، وبيطلع كيم من المية وبيخرج يجيب الجاكيت من العربية، فبيلاقي كوتو في وشه وبتطلب منه يروح معاه مشوار لآلة البيع، فبيوافق كيم وبيستغرب إنها ساكتة ما بتتكلمش. وأخيرا بيوصلوا على المكان، وبعد ما بيجيبوا كل الحاجات اللي محتاجينها بيلاقيها واقفة تعيط، بنت المجنونة دي، وبتعتذر له. فبيقول لنفسه بس هتفتح سيرة الموضوع تاني، وبيبقى مرعوب. فبتزيد كوتو في العياط وبتقول له إنها حاسة إنها السبب في كل المشاكل اللي بتحصل، فبيهديها وبيقول لها مش لما تتكلمي الأول يا بنت تبقي السبب؟ وبيقول لها ملهاش دعوة بأي حاجة. وبالليل بيروحوا كلهم يزوروا الكنيسة، وبيقف بذكرياته كالعادة، وبيوعد نفسه إنه مش هيخلي الحقيقة تكسر علاقتهم الحقيقية بإخواته، ويحافظ عليهم لحد ما يأمن لواحدة واحدة فيهم مستقبلها ويديها لقيت جوزها كده. وبيروح يتمشى لوحده وبيفتكر كلام أوكا، وفجأة بيسمع صوت كوتو، فبيروح يشوف فيه إيه. بيلاقي كوتو وأوكا ومينامي متجمعين، فبيقف يتصند عليهم. بيسمع كوتو هي بتعتذر ليهم لأن بسبب اعترافها ليهم بحبها لكيم واضطرتهم، وبتأكد لهم إنها مش بتنكر حبها ليه، بس ندمت إنها اتكلمت معاهم بالطريقة دي. وبتفاجئهم مينامي هي كمان وبتعترف لهم إنها برضو اعترفت لكيم بحبها، وبتعتذر لكوتو. فبتقاطعهم أوكا وبتعترف لهم إنها كمان بتحبه وكذبت على كوتو علشان ما تجرحهاش. فبتقول لهم إن المهم دلوقتي هو اختيار كيم واحدة منهم علشان تكون شريكة حياته. وفي الوقت ده كيم بياخد 3 خناجر في قلبه وبيتدشمل على الآخر ومش بيبقى مصدق نفسه ولا اللي بيسمعه. وبينتهي الملخص على كده يا صديقي. فغالبا كده هيكون في موسم تاني للأنمي ده، وعلشان كده ما تنساش تحط اللايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناة وتفعل كمان الإشعارات علشان أول ما الموسم الجديد ينزل نلخصه على طول. وسلام يا فنان.